الشعور المستمر بالذنب يعتبر من أسوأ العقبات النفسية اللي ممكن تمر على إنسان. تحس إنك حاسس بالذنب من إنك تطلب مجرد احتياجاتك الأساسية، حاسس بالذنب من وجودك أساسا في الدنيا، وإنك تاخد مساحة تتكلم وتعبر عن نفسك. بتكون مش مرتاح إن حد يساعدك، دايما حاسس إنك عبء أو بتتقل على اللي حواليك. مش بتكون مرتاح إنك تقبل هدية من حد، وبتقلل من احتياجاتك وإنه لو طلبتها هتحس إنك عبء. بتكتم مشاعرك لأنك بتكون حاسس إنك هتشغل دماغ اللي قدامك وهتتقل عليه مشاكلك. بتحس بالذنب لما تاخد وقت ترفه فيه عن نفسك. مش بتطلب المساعدة من حد لأنك دايما حاسس إنك عبء، إنك بتتقل على اللي حواليك لو طلبت مساعدة أو عبرت عن احتياجاتك. لو بتحس إنك مسؤول عن مشاعر كل اللي حواليك ولازم تخلي الكل مبسوط ومرتاح، وتيجي على حساب صحتك ووقتك وراحتك عشان تعمل ده. لو بتحس بصعوبة إنك تصدق إنك تستاهل توصل، حاسس إنك مش قادر تشارك فكرة أو رأي. كمان لو بتقعد تفكر إنه لأ مطلوبش حاجة أو تطلب في الضرورة القصوى جدا، ده بعد كده بيقلب لجزء من شخصيتك، وده هيشكل عقبة في حياتك، سواء في إنك تعيش مرتاح أو تكون صداقات أو علاقات أو إنك توصل لهدف. المشكلة اللي انت واقف عندها هي إنك حاسس إنك تقيل على اللي حواليك، إن وجودك ممكن يزعج يحرج أو يضايق حد. بس الشعور المستمر بالذنب ده مش بيجي من فراغ، مفيش حد اتولد كده. ده بيجي من البيئة اللي حواليك والأفكار اللي اتزرعت في دماغك من غير ما تحس، وانت صدقتها لحد ما بقت جزء من شخصيتك. ممكن يكون الشعور ده من طفولتك، لو كنت بتحس إن احتياجاتك تقيلة على اللي حواليك. ممكن يكون حد قالك إنك بتطلب حاجات كتير، أو لو حسيت إن الحب اللي بتاخده من اللي حواليك بيكون على أساس اللي بتقدمه ليهم، بقيت حاسس إن الحب أو التقدير حاجة مشروطة بحاجة تانية لازم تقدمها عشان تتحب. لما التقدير والحب والتشجيع يكونوا مشروطين بإنجازاتك والحاجات اللي بتقدمها، بتبدأ تتعلم إن الحب حاجة المفروض تكسبها باللي بتقدمه، وإن وجودك لوحده مش كفاية عشان تتحب، لازم تكون بتقدم حاجة. ولما تيجي ترتاح أو تدي لنفسك وقت، تحس إنك أناني، لأن الأشخاص اللي حواليك زرعوا جواك الأفكار دي، إنك مش هتكون محبوب ليهم لو مفيش حاجة بتقدمها لهم. تاني حاجة هي الإهمال، إهمال مشاعرك. حتى لو طفولتك ما كانتش صعبة، مجرد إهمال مشاعرك بيحسسك إنك مش قادر تشاركها مع حد، وحاسس إنها حاجة مش مهمة بالنسبة للي حواليك فبتكتمها جواك. لما الأشخاص اللي عشت معاهم يتجاهلوا مشاعرك، يقللوا منها، أنت بتتعلم إنك تكتمها جواك. ممكن الشعور ده يكون جاي من النقد المستمر، إن الأشخاص اللي عشت معاهم كانوا بيقعدوا ينظروا على كل حاجة فيك حرفيا، ويلوموك على مشاكل كتير أنت ملكش دخل فيها. وده بيبرمج دماغك إنك تعمل كده مع نفسك، يعني تقعد تلوم نفسك على كل حاجة، دايما حاسس إن أنت المشكلة، ودماغك تقعد تكرر الأفكار دي لحد ما تبقى جزء من شخصيتك. فأنت لازم تفوق، لازم تفوق وترجع للحقيقة إن وجودك في الحياة ما كانش صدفة. أنت مش موجود عبث، وده مش تحفيز، هي دي الحقيقة. كل إنسان له قيمة، له دور، وجوده ليه سبب وأثر في الحياة. كل حاجة موجودة في الحياة ليها دور، سواء أنت ملاحظ الدور ده أو مش ملاحظه، أو حتى يكون المجتمع حواليك مش ملاحظه، بس ده مش معناه إن الحاجة دي ملهاش دور. كمان إحساسك بقيمتك مش مشروط باللي بتقدمه ولا بإنجازاتك بس، ولكن وجودك لوحده له قيمة، كلامك لوحده له قيمة وله أثر. فتفكيرك إن وجودك عبء أو وجودك غلطة، كل دي حاجات اتزرعت جواك بسبب البيئة اللي كبرت فيها، وكل الأفكار دي هتتبدل لما تفهم أصل المشكلة. خلاص أنا عرفت أنا بفكر كده ليه وبتصرف كده ليه، عشان مثلا ممكن البيئة اللي أنا اتربيت فيها زرعت جوايا الأفكار دي. فأنت كده هتبدأ بقرار منك إنك تقدر قيمة نفسك، إنك تغلط كل الأفكار دي، إنك ما تصدقهاش، وتبدأ تزرع في دماغك إنك تستاهل تاخد مساحتك، حريتك في الحياة، وتشارك أفكارك ومشاعرك وتعبر عن احتياجاتك من غير ما تحس بالذنب إنك موجود.